في تطور صادم هز أروقة نادي ريال مدريد، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أزمة خطيرة انفجرت داخل غرفة الملابس بين النجم الأوروياني فالفيردي وزميله الفرنسي تشواميني، في حادثة وصفت بأنها الأخطر منذ سنوات داخل أسوار النادي الملكي. وبحسب التسريبات، فإن التوتر بين اللاعبين لم يعد مجرد خلاف عابر، بل تحول إلى مواجهة عنيفة خلال التدريبات الصباحية في المدينة الرياضية، بعدما رفض فالفيردي مصافحة تشواميني أمام زملائه، لتشتعل الأجواء سريعا وسط تدخلات خشنة واحتكاكات حادة بين الطرفين. وأكدت الصحيفة أن الاشتباك تطور بشكل خطير بعدما تعرض فالفيردي لإصابة قوية إثر سقوطه واصطدامه بزاوية إحدى الطاولات داخل غرفة الملابس، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والعلاج. ووصفت مصادر داخل النادي الحادث بأنه الانفجار الأكبر الذي شهدته منشأة النادي منذ سنوات، في ظل تصاعد الانقسام والتوتر بين بعض نجوم الفريق، الأمر الذي أثار قلق الإدارة والجهاز الفني قبل المرحلة الحاسمة من الموسم. وعلى الفور، تدخل المدير التنفيذي للنادي بعقد اجتماع طارئ مع اللاعبين، وسط تقارير تؤكد فتح تحقيق داخلي رسمي ضد الثنائي، مع دراسة فرض عقوبات صارمة قد تشمل غرامات مالية ضخمة وحتى الإبعاد المؤقت عن الفريق. وتخشى إدارة ريال مدريد من أن تؤثر هذه الأزمة المدوية على استقرار الفريق داخل الملعب وخارجه، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة والمنافسة الشرسة على الألقاب هذا الموسم.